السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط والورد والياسمين على أطيب في الدنيا، ازيكم عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكم حبايبنا، شرفتونا ونورتونا على رسم الفوق، شكرا لكم جدا على كلامكم الطيب، ربنا يحقق آمالكم يا رب. النهارده إن شاء الله روتين بقى تنظيفات العميقة بقى، كل سنة وأنتم طيبين، تنظيفات الشتاء، يتعاد عليكم بخير يا رب. النهارده بقى قلت بقى إيه، أمسك الأوضة كده أنضفها تنظيف عميق كده قبل ما أفرش لهم بقى أفرش الشتا كده وأدفلهم كده الأوضة. من كام يوم كده النطرة نطت وكانت الدنيا إيه، غرقانة مية. مش عارفة لمّا نخش في الشتا هنعمل إيه، ربنا يستر. المهم مسكت الحيطة كلّها كده زي ما أنت شُفت كده، حاطة فَرْطة كده نضيفة كده، وحاطة لها كده رابسه كده وإيه، وبلّيتها بحبّة المَيّة، وحطيتها على المساحة كده عشان نمسح إيه، أعرف أجيب الحتت من فوق كده. طبعًا بقى دي حلوة بقى للناس القصيرين زيّنا كده. مسكتها كلّها كده وأمسك كده بقى السراير، أمسحها برضه كلّها كده قبل ما أفرش بقى كده، وأمسح بقى الشباك كمان، الدنيا كلّها تبقى تمام كده. يالّا بقى قبل زحمة بقى قبل الشتا بقى كده وقبل البرد كده الحقي بقى لو عندِك تنضيفات عميقة الحاجات الجامدة دي اعمليها، طبعًا الشتا بيخلّينا نكسّل أساسًا، كان غسيل بقى سجاد والحاجات اللي بقى المُتعبة دي في الشتا، ربنا يقويكم. مسكتها كلّها كده تبقى الدنيا كده تمام، زرودة طبعًا بتلعب، هي قاعدة جايبة الكراسة بتاعتها وتحل الواجب، قُلت لها حلّي الواجب بقى وسيبيني وأنا خلّيني أنا أشتغل، هي ما اشتغلتش معايا النهارده، كان اليوم بقى ده كان يوم الأجازة، يعني المفروض النهارده بتاع يوم الجمعة. اللي هو النهارده يعني، بس مش عارفة أنزّل الفيديو النهارده والّا إيه، كنت باسجّله بقى النهارده الله أعلم. المهم يا حبايبي كده مسكت بقى كده السراير كده نضّفتها كده، هاحط لهم بقى ملايات طبعًا نضيفة، طبعًا الملايات زي ما أنتم شايفين هي مش موجودة أساسًا في الأرض. هم الأولاد كده يفضلوا يلعبوا ويتنططوا، تبُص تلقى الملايات كلّها كده وقعت في الأرض، حتى لو عملتيها كده بمسلّح ما فيش فايدة برضه، كانت الزحلق. مش عارفة. كان بقى يوم الأجازة بقى، يوم الجمعة بقى الأجازة بقى وطبعًا سهرانين بقى وخدوا راحتهم بقى وتنطيط ولعب. فلمّا صحوا الصبح كده قُلت بقى أفرشها كده وأنضّفها كده قبل ما أعمل أي حاجة في البيت، وكمان تلحق تاخد الشمسية كده، فتحت الشباك كده تدخل الشمسية كده، تدخل بقى الشمسية كده على السرير كده تعقّمها طبعًا. المهم بقى كده فرشت بقى الدفاية طبعًا الخطيرة بتدفي الأولاد ما شاء الله، تحسي بقى كده إن العيال بطانية من فوق مطّلية من تحت كده بتدفيهم كده يعني من الآخر يعني. أنا طبعًا عملت الناحية الأولاني كده الأول عشان ما أروحش وآجي كده وشحطكم معايا. وضّبت الأول الناحية التاني وهاجي بقى جيت في الناحية التانية بقى أفرش بقى كُلّه بقى، المفرش بقى والملايات وكُلّه أضبّطه كُلّه كده، عشان ما أحيركمش بقى رايحة جاية كده. هنا بقى هارفع بقى المرتبة عشان أثبّتها بقى كويس كده، بس أنا عارفة مش هتثبت بس يالّا، أهو إحنا بنعمل اللي علينا. أنا كده تمام، أمسك بقى السرير التاني، أطبّق بقى البطانية الأول اللي بقت في الأرض، أطبّقها، بس السجادة مفروشة يعني الحاجة مش هتتبهدل ولا حاجة يعني. معلش بقى دي بقى أوضة الأولاد الصغيّرين وأنتم عارفين الأولاد الصغيّرين بقى. أنا تمام كده دي اللي ملايتها موجودة. دي اللي نفَت من العيال منهم. المهم كده هاحوش بقى الملاية كده وأغيّرهم بقى الملايات بتاعتها، وعملت كده وهاعمل بقى المخدات، أحط لها كمان بقى الدفاية بتاعتها بردك هي كمان كده نفّضتها كده الدنيا تمام، هاضبّط بس كده الحافظة بتاعتها كده وأعمل بقى أحط الملاية. أتمنى كده ترفعوا الفيديو كده باللايكات، جزاكم ألف خير عشان الفيديو النهارده يعني يستاهل، وما تنسونيش بتعليقاتكم اللي بتشجعني جدًا وتفرحني. أنا طبعًا النُص التاني هاسويه لمّا أخلّص النُص ده زي ما أنتم عارفين يعني. بافضل رايحة جاية، رايحة جاية، حاسة إن أنتم هتدوخوا معايا كده.
خلّصت بقى الناحية ده، أحط بقى المخدة وأضبّط الناحية التانية، المخدة الصغيرة اللي ما أتقلهاش على السرير، أتقلها بقى في الناحية التانية، هافرش دي الأول وبعد كده أجيبها وأحطها، مش عارفة هي كانت مسافرة رايحة فين المخدة دي، مش موجودة على السرير أصلًا، طُفشت من الأولاد أصلًا، طُفشت، عمالين يخبّطوا ويرموا فيها يالّا طفشت. هُم طبعًا الأولاد ده أكيد الصوت طالع، ما طبعًا بيلعبوا ويعملوا والصوت مش عارفة أساسًا أسجّل منهم، أنا قفلت الفيديو كذا مرّة وامسحه كذا مرّة واسجّل، عاملين زيطة طبعًا، ربنا يخلّي لكم أولادكم ويا رب دايمًا كده صوتهم كده منوّر البيت كلّه. حطيت كده بقى المخدة التانية اللي كانت مسافرة ديّة، ومسحت بقى الدولاب، وأنا بقى مسحت كده بقى الباب بقى كمان شوف لمعة إزاي، اللمعة طبعًا باينة معاكم أهي زي الشمس. طبعًا عاوزة تخلّي الخشب يلمع أكتر وأكتر، حُطّي حبّة زيت، بيدّي لمعة حلوة أوي للخشب، بس هو مش محتاج يعني هو ما شاء الله أنا مسحتها بالمَيّة كده والفوطة بس يعني نضفت بقت زي الفل، طبعًا المَيّة تكون عصراها جدًا عشان الخشب طبعًا ما يبُص من المَيّة، يا دوبك إحنا بنبِل الفرطة كده، هنا بقى هاجُر بقى كده السراير كده وأكنس بقى من وراها الأول كده وامسحها، وأعمل بقى السرير التاني، جرّيته بعد كده وأعمل بقى كمان وراه كمان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هنا بقى كده تمام، هنا خلّصت كده تمام. أحوّش بقى السجادة كده وأعمل في النُص، بس لمّا أضبّط بقى السراير الأول كده وأرجّعها وأضبّط الملايات، تبقى اتبهدلت تاني كده وأنا باجُر السراير، هنا الدنيا تمام كده، ياه! على الراحة النفسية بقى بعد التنضيف والتعب ده كلّه، بس راحة نفسية رهيبة طبعًا، تشمي بقى ريحة النضافة، تشمي الريحة كده والشكل مُريح نفسيًا يعني إيه فرق جامد، فرق جامد من الأول قبل ما أعملها وبعد، يعني كانت الأوضة إيه متدربكة على الآخر، هنا كده شكلها بعد ما خلّصت، طبعًا تمام. بس يالّا هو سواد الليل وهتلقاها رجعت زي ما هي. المهم كده يا حبايبي كده هادعك بقى كده حبّة المواعين دول، أنا كنت داعكة المواعين وكده ما فيش بس اللي هُم الأطباق ده بتاع الفطار والكوبايات ديّة كانت محطوطة في المطبقية، يعني ما استخدمهاش مش مستخدمة يعني معلش الإشارة لَك. فلقيتهم كده لونهم كده طفى، فقُلت بقى أدعوكم عشان يلمعوا كده ويدّوا لمعة كده. طبعًا أنتم عارفين الكوبايات الإزاز يعني لو تركت ما استخدمناهاش بتبقى هتفُّر كده ولونها طفت، أطلّعه كده أدعُكك عشان يلمعوا كده ويدّوا لمعة حلوة. أتمنى كده الفيديو كان عجبكم حبايب قلبي، مع ألف سلامة.